انا جربت يا دكتور خلطة التفتيح المشهورة بتاعة الثلاث كريمات اللي بيتحطوا على بعض، وليا تقريبا 6 شهور بستخدمها واستنيت النتيجة تحصل، ولكن للأسف ما حصلتش النتيجة وحصل لي حرق وسواد زي ما حضرتك شايفة. موضوع الثلاث كريمات او الخلطات المشهوره بتبقى كريمين او 3 او ساعات 4 كمان مع بعض. احيانا كمان بنلاقي الخلطات دي بتتباع جاهزه برطمان كده، ما يبقاش مفهوم قوي هو ايه الحاجات اللي جواه. الحاجات دي المفروض نبعد عنها كل البعد. المشكله في ايه؟ بتبقى في المكونات اللي داخله، في منها كورتيزونات وبقى فيها كمان ماده ثانيه اسمها الهيدروكينون. ده اشهر نوعين كريمات بيدخلوا في الخلطات دي، او لما انت بتجيبي الثلاث كريمات دول بيبقى داخل فيهم الحاجتين دول. طب هل الحاجات دي ليها دور في التفتيح؟ الحقيقه ان هي ممكن يبقى ليها دور فعلا في التفتيح، بس استخدامها بيبقى بطريقه معينه والمده معينه وبكميه معينه. موضوع ليه محاذير كتير قوي. المشكله انك لما جبتيها مع نفسك واستخدمتيها بطريقه بنقول حصل ابيوز او حصل يعني استخدمتيها عمال على بطاله فتره طويله قوي زي ما انت بتتكلمي، لما عدينا وصلنا لمرحله 6 شهور حصل معاكي بالظبط المضاعفات الموصوفه. اشهر حاجه فيها هي السواد اللي انت جايه بتشتكي منه. ده بيحصل ليه؟ دي حاجه اسمها اكسوجينوس اوكرونوزس، وده حاجه من المضاعفات اللي بتحصل نتيجه استخدام ماده الهيدروكينون لفتره طويله بالطريقه اللي انت عملتيها.